اجمد افكار بالشماعه غير ان احنا نعلق عليها هدومنا. بيقص الشماعه من فوق ويدخل المشابك بالشكل ده ويعلق عليها الشرابات. الله، وقدر ان هو ينشف الشرابات بالشكل ده. طيب الفكرة اللي بعديها بيتني الشماعة، الحرفين بيتنيهم وبيعلق عليهم الكوتش. طب دي بقى بيعمل ايه؟ شال الجزء اللي تحت وبعد كده تنى بالطول كده وبعدين بالعرض وعلق عليها بكرة المناديل. فكرة جامدة بصراحة، فكرة جامدة وجميلة، انا هنفذها. اللي بعديها الشماعة تناها كده، جاب شماعتين قصاد بعض عكس بعض وتناهم، عمل لهم رجول قط العلاقة وقلب الشماعتين وقدرنا نحط الجزمة فوق وتحت. دي بقى يا دوبك تناها وعلق فيها كيس وبيرمي فيها باسكت، وتبقى باسكت جميلة جدا في أوضة الأطفال، عملية ولذيذة خالص. طيب نشوف الفكرة اللي بعديها. الفكرة قص العلاقة اللي من فوق، شالها خالص وبعد كده تناها زي ما احنا شايفين كده، بس بقت ستاند جميل تحطي الموبايل وتصوري زي ما انت عايزة بدل ما تشتري ستاند. اللي بعديها بصي عمل حرف في من تحت، ايوه، وراح يعني خلاها كنت تدخلي فيها الغطا الحلة جميلة جدا. اما ديت جاب شماعتين ربطهم قصاد بعض وبعدين تناوب دخل جواهم المخدة عشان لو عايزة تنشفي المخدة أو حاجة. الشماعة دي بقى راح تناها بالطول كده وحط الكتاب وتعلقيه، يعني عشان لو انت عايزة الكتاب تحطيه كده مهم. اما دي بقى لو الجو عاصفة وبرد ودايما الهدوم بتقع والشماعة كل شوية تقع، لا حطها عكس بعض وعلقهم. الفكرة دي بقى فكرة جامدة. هيوسع الشماعة على قد رقبتك، يعني تقيسي كده بحيث ان تدخل جوه رقبتك. وبعدين تناها، ماشي، تناها وجاب التوكة وربط الموبايل في الشماعة وراح معلق الشماعة على رقبتك، تقدري تصوري بالفيو. حقيقة أفكار جامدة جدا وبسيطة جدا جدا، يعني هي شماعة بتشكليها وبتستخدميها بقى استخدامات كتيرة.